ترى هيوصل للنهائي؟ يا ترى هيوصل للنهائي؟ يا ترى هيوصل للنهائي؟ ايه يا بنتي خيلتيني، مالك؟ هو ايه اللي هيوصل للنهائي؟ انت بقيتي تهتمي بالكرة ولا ايه؟ كرة ايه يا اخويا؟ انا قصدي على المرتب. هو المرتب دخل كاس العالم ولا ايه يا شيم؟ خليك انت كده بس يا اخويا، حاطط ايدك في المية الباردة. انا هو يا اختي ايديا اهي، ولا في مية باردة ولا مية سخنة. دمك خفيف، سيبني باللي انا فيه. انت في ايه بس يا حبيبتي؟ مالك؟ تعالي بس اقعدي جنبي، تعالي. اللي بشوفه هيوصل للنهائي ولا لا؟ المرتب يا سيدي. ايوه، ما انا عرفت. ماله بقى؟ انت ناسي ان في رمضان؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا ستي. يعني ايه بقى؟ مش فاهم. يعني يميش، يعني بلح، يعني شوية مكسرات، قمر الدين. وانت تعبة نفسك وشايلة هم الحاجات دي؟ ولا يهمك يا ستي، انا عامل حسابي. بجد والله ريحت قلبي. عيب عليكي يا بنتي. بصي، انا مش عايزك تشيلي هم اي حاجة في طول رمضان. انت بتحوش من ورايا ولا ايه يا راجل انت؟ يا بنتي بقولك ما تقلقيش، انا عامل حساب كل حاجة كل حاجة. بصي، انا عايزك تثقي فيا. والله انا اكتر حاجة بتقلقني ثقتك في نفسك دي. يلا زي بعض، حوش براحتك، اهو كله لنا في الاخر. بحوش ايه؟ هو انت مخليها حلت حاجة يا بنتي؟ المرتب بيجي من المكنة على ايدك عدل. احوش منين بقى يا زكاوكو؟ انت هتحيرني معاك ليه؟ ما انت عامل حسابك على ايه؟ بصي يا ستي، احنا نعمل حسابنا نفطر عند قرايبنا كل واحد يوم. وايه اللي انت بتقوله يا راجل انت ده؟ اسمعي بس، هاتي ورق وقلم بس كده وتشوفي انا هعمل ايه. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. اه اكيد طبعا يا ماما، اول يوم رمضان. هو رمضان يحلى يا حاجة من غير اكلك اول يوم؟ ماشي حبيبتي، مع السلامة مع السلامة مع السلامة. سجلي عندك يا ستي، اول يوم عند امي. ايه يا ابني، هتكلم مين تاني؟ استني بس، مش انا كلمت امي؟ نكلم امك بقى. السلام عليكم، ازيك يا حماتي؟ كل سنة وانت طيبة. ايه بتقولي ايه؟ اول يوم؟ لا معلش يا ماما، والله مش هينفع. خليها تاني يوم بقى ان شاء الله. خلاص ماشي حبيبتي، اتفقنا. يلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. شايفة يا بنت الشغل؟ اكتبي تاني يوم عند امك. ماشي يا اخويا، اما اشوف اخرتها. شوف يا اخويا مين اللي بيرن عليك. ايوه يا اخويا، كل سنة وانت طيب يا حبيبي. عامل ايه وازاي صحتك؟ ايه؟ اعزمك امتى في رمضان؟ بيت اخوك يا حبيبي، اتشرف في اي وقت، تحت امرك. الو الو، بتقول ايه؟ مش سامع حاجة. هي الشبكة وقعت ولا ايه؟ اخويا شكله بيدور على حد يفطر عنده هو كمان ولا ايه؟ يا راجل كفاية احراج بقى. حاجة يا بنتي، استني بس. ايه تاني؟ خالو حبيبي، كل سنة وانت طيب. ازيك وازاي صحتك وازاي مرات خالي وازاي الاولاد؟ عامل ايه يا حاج؟ بتقول ايه؟ اشوف يوم اجي افطر فيه عندك. حاضر يا خالو، من عينيا يا حبيبي. خلاص ماشي يا حبيبي، هشوف يوم وهجيلك من عينيا. يلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه رأيك نخلي خالو تالت يوم؟ سجلي عندك في الورقة يا ماما عشان ما تنسيش. مش قلتلك انا عامل لك شغل فاخر من الاخر؟ انا مش عايزك تشيلي هم اي حاجة خالص. اكلم مين تاني بقى؟ اكلم مين تاني؟ ايوه خالتي حبيبتي. يا ابني ده انت بقالك سنة ما كلمتهاش، هتيجي تكلمها دلوقتي؟ اسكتي انت بس، انت فاهمة حاجة؟ خالتي حبيبتي، كل سنة وانت طيبة يا حاجة. ازيك وازاي صحتك؟ اه طبعا يا حبيبتي، اجيلك، انت تأمريني. امتى طيب يا حبيبتي؟ ايه، اجيلك تالت يوم؟
طيب ماشي، خلاص ماشي يا حاج، ان شاء الله بإذن الله اعملي حسابك. خلاص ماشي، مع ألف سلامة، اتفضلي 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 اتفضلي. بصي بقى، سجلي عندك خالي رابع يوم وخالتي يبقى تالت يوم. ركزي الله يبارك لك، وما تدخليش الأيام في بعضها عشان ما يبقاش فيه إحراج. هو انت بتتحرج؟ كفاية كسوف كده بقى. كسوف ايه يا بنتي؟ اسكتي انت بس، المهم سجلت اللي انا قلتلك عليه. اه يا اخويا، بس دول 4 ايام، باقي الشهر هنعمل ايه؟ اهو يوم عند اختك دي، يوم عند اختك دي، يوم عند اخوكي، يوم عند اختي، وهي تمشي كده، ونرجع نعيد من الاول، يوم عند امي، يوم عند امك، يوم عند اختك، وهكذا. المهم ما تشيليش هم اي حاجه خالص. هدية النهارده بقى هم 5 أدعية، لو واظبت عليهم هتلاقي فتح عجيب من ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي توفيق من ربنا في قراراتك، هتلاقي الرأي الصائب تميل إليه وتختاره، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك الأبواب. تعالوا مع بعض نتعرف على ال5 أدعية دول. أول دعاء من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تاني دعاء: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعنى لا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أنت تتبرأ من قوة نفسك، ومن حول نفسك، ومن حول سلطانك، ومن حول علمك، ومن حول ذكائك، ومن كل قوة في الأرض، وتحتمي بقوة الملك الأعلى سبحانه وتعالى. ثالث دعاء: لا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء الرابع دعا به سيدنا موسى عليه السلام حين طلب من ربنا أمور، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخر دعاء: اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي ما بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان. وفي دعاء كمان كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو به دايما، كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، أي جعلت الأمر الصعب سهلا وميسورا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. لو واظبت على الأدعية دي قبل أي شيء، مثلا لو أنت طالب ورايح تمتحن أو رايح الدرس، تقول الأدعية دي قبليها، أو أي قرار تدلي فيه برأيك، هتلاقي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.